السلام عليكم. أنا جاية النهاردة أحكي لكم موقف ليا مع الأتراك عمري في حياتي ما هنساه، وعلموني فيه درس هفضل أحلف بيه طول عمري. أنا جاتلي الكورونا أول ما العالم كله ابتدى يسمع إن في حاجة اسمها كورونا، وكان شديد جدا. كان تقريبا في 12 حالة بس على مستوى العالم، وجاتلي قعدت شهرين في جسمي. الفيروس ما بيخرجش، وظائف الحيوية بتنهار، وفأنا في عزل كامل، معرفش أي حاجة عن ولادي، في غربة. وجم الأتراك علموني أهم درس في حياتي. كانوا بيخبطوا على الولاد ويقفوا بعيد، جايبين لهم شوية شوربة عدس، ربع فرخة، في مرة تانية رز بشعرية، معاه أي خضار، كميات صغيرة وبسيطة بس بشكل مستديم ويومي. أنا مش قادرة أقول لكم أثر ده على ولادي كان عامل إزاي، وكانوا بيستنوهم كل يوم، مش عشان شوربة العدس وربع الفرخة أكيد، بس لإحساسهم إن حد مستديم بيسأل عليهم، مش خايف مش قلقان، حد بيقف على المربد الميت بس بيسألهم وبيطمن عليهم. خلوني وقفت كده سألت نفسي، أنا لو مكانهم كنت عملت إيه؟ إحنا كشعوب عربية بنعمل إيه؟ لما كناش هنجيب فرخة كاملة ورز مش عارفة إيه وخضار إيه وفاكهة وحلويات ونودي، يبقى لأ، عيب الناس تاكل وشنا. إيه ده معقولة هنودي لهم شوية الأكل دول بس؟ إيه ده الناس تقول علينا إيه؟ فده كان بيضطرنا إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نقصر، وإن إحنا بدل ما نروح كل يوم نروح يوم ويوم، يوم و3 أيام، علشان خاطر ما نروحش بحاجة قليلة عشان الناس ما تاكلش وشنا. والحقيقة الناس ما كانتش عايزة ده، ولادي ما كانوش عايزين ده. ولادي كانوا عايزين إن الناس على طول تفضل تخبط على بابهم. افتكرت الموقف ده وأنا عمالة أقرأ بوستات الفيسبوك عن رمضان والعزومات، والناس كتبت إن نظرا لغلاء الأسعار العزومات مش هتكون زي الأول. وقلت لنفسي ليه كل حاجة جميلة بتروح من حياتنا؟ ليه العزومات لازم تكون فظيعة ومليانة أشكال وأصناف من اللحوم والحاجات الغالية اللي ما بقتش الناس قادرة عليها؟ هي الفكرة في الأكل ولا الفكرة في التجميع؟ هم أجدادنا يا جماعة كانوا كده. احنا نسمع ان أجدادنا عادي، يعني جدي وجدتي وكانوا في مستوى اجتماعي كويس جدا، لكن حياتهم كانت بسيطة جدا، وكانت بيوتهم دايما عمرانة وباب بيتهم ما بيتقفلش. احنا ليه وصلنا ان احنا بقينا خايفين نعزم الناس عشان خاطر ما يجوش يبوظوا البيت ويكسروا الحاجة، خايفين نعزم الناس لحسن ما نقدرش نقدم الحاجة الأكل اللي يعني اللي على المستوى فالناس تاكل وشنا، خايفين نعزم الناس علشان خاطر ما نحسش ان احنا بقينا مثقلين بالأعباء، وبيوتنا اتقفلت علينا ومبقاش حد يزور حد. وولادنا الجيل الجديد بقى طالع محروم، معاش اللي احنا عشناه مع أهالينا، لمة رمضان والعزوة، الصلاة كلها مع بعض بعد ما الناس بتاكل في المغرب وفي التراويح، الذكريات الجميلة اللي عملناها. ومع كل غلا في الأسعار وكل ما الدنيا هتضيق، كل ما الناس هتقفل أبوابها على بعضها أكتر. عادي، ما نعمل ديش بارتي، بلاش ديش بارتي، ما نعزم الناس من غير ما يكون في أصناف رهيبة من اللحوم، بس الناس هتاكل وشنا. نعمل ثقافة جديدة، ما الثقافة اللي دخلت علينا دي كانت جديدة، نعمل احنا كمان ثقافة جديدة. ما بدل ما تروحي الواحدة واخدة معاكي شوكولاتات مش هتتاكل، تجيبي حاجة مفيدة. في جروبات على الفيسبوك اسمها تدبيسة، ليها 1,000,000 جروب على حسب كل مكان. أنا تدبيسة ده لاحظت إن الناس بتبيع الشوكولاتات اللي بتجيلها. الناس عايزة الفلوس بتاعت الشوكولاتة، هي أولى، ومحدش بياكل شوكولاتة، عاملين ريجيم عندهم السكر وات ايفر، محتاجين الفلوس. ما بدل علبة الشوكولاتة تجيبي بيرسيل جل، تجيبي قراص بتاعت غسالة الأطباق لو انت عارفة إن عندها غسالة أطباق، تجيبي الحاجات الأساسية في البيت. ولو خايفين إن احنا ننزل من كاتيجوري اجتماعي لكاتيجوري فحاسين إن شكلها وحش، ما ناخدهاش في كيس السوبر ماركت، عادي نجيب بوكس شيك ونحط كده عليه ورد مجفف مثلا جواه، ونرص الجل بالسكر والشاي والنسكافيه والحاجات بتاعت البيت، وندخلها في بوكس ونلفها كمان في سلوفان او دانتال، وتبقى بوكس شكله شيك جدا، ما نزلناش من طبقتنا الاجتماعيه اهو، بس في نفس الوقت فدنا اللي قدامنا بان احنا ادينا له حاجه مفيده. ليه لا؟ عارفه ان الست بتشتغل،
ما ننفع الناس اللي بقت تعمل مشروع من بيتها أكل عشان خاطر تعرف تسترزق، وعلى فكرة ناس بمستويات اجتماعية عالية جدا. بس على فكرة يا جماعة، في مصر سكان التجمع والرحاب ومدينتي والمناطق دي كلها بقوا يضطروا يعملوا حاجات عمرهم ما كانوا بيعرفوا يعملوها، أو ما كانوش الأول بيعملوها، لأن مستواهم نزل. الأزمة طايلة الكل، فناس كتير منهم ابتدت تعمل مشاريع الأكل. ما ننفع بتوع مشاريع الأكل دول إن احنا نجيب أكل، وفي نفس الوقت ناخد للست اللي احنا رايحين نزورها إذا كانت امرأة عاملة أكل فروزن وتعينه في الفريزر يفيدها في الأيام اللي بعد كده. ليه ما نعملش كده؟ ليه ما نتصرفش على طبيعتنا؟ صعب في المجتمع، في الأول هيرفض وهيرجكتد، أنا عارف، بس واحدة في واحدة لما تحطي الثقافة وتجددي النية إن شاء الله المجتمع هيتقبلها. وزي ما قلت لك، ما تنزليش قوي من الطبقة الاجتماعية، حطيها كده في بوكس وحاجات وحركات عشان خاطر تبان ان انت يعني لسه محتفظة بالحتة بتاعتك دي، بس والله هتفرق جدا. بدل السويتس والحاجات اللي بنقدمها للأطفال نبتدي ندخل ثقافة تانية. تمر في رمضان، فاكهة، نجيب حاجات يعني عصير فريش، ده كله هيفيد قوي. الربع فرخة اللي كانوا الأتراك بيخبطوا على ولادي ويديها لهم، وولادي أصلا يعني صرفين حياتهم أطفال صغيرين مش مستنيين الأكل ده، كانت بتتقدم بحب، فوصلت بمنتهى الحب، والله لن أنساها لهم، وهفضل لغاية ما أموت أدعي لهم إن ربنا يجبر قلوبهم زي ما جبروا بقلب ولادي في وقت من أصعب الأوقات اللي مرت علينا في حياتنا، إن محدش كان بيخبط علينا غيرهم. ربنا يجزيهم عنا خيرا. ما تضيعوش فرصة للتجميع، ما تضيعوش فرصة إن احنا نتجمع، ما تضيعوش صلة الرحم علشان خاطر خوف إن الناس تاكل وشنا. يلا نحط احنا ثقافة جديدة. ربنا يتقبل منا جميعا. أسيبكم في